أنا ريم وعندي 45 سنة، ودي قصتي مع صلاح أخو جوزي اللي عنده 40 سنة، وجوزي مصطفى اللي عنده 48 سنة. اسمعوا القصة دي كويس علشان محدش يحكم على صلاح غلط، ومحدش يقول ازاي يا ريم عملتي كده. أنا اللي عارفة الحقيقة كلها، وعارفة قد ايه صلاح ده كان مظلوم ومحتاج، وازاي وصلنا أنا وهو لدرجة إن الشقة بقت تضيق علينا، وازاي مصطفى جوزي كان عارف كل حاجة وكمان كان بيساعدنا. القصة دي لازم تسمعوها من أولها لآخرها علشان تفهموا مين اللي كان محتاج للتاني أكتر. وياريت لو أول مرة تدخل القناة تشترك وتنورنا وتفعل زر الجرس علشان القصة توصلك كاملة. ولو انت من عيلتنا ما تنساش اللايك علشان القصة دي توصل لكل الناس. يلا بينا نبدأ قصة النهاردة ونشوف ايه اللي حصل بيني وبين أخو جوزي تحت عيون جوزي وبموافقته. أنا ريم عندي 45 سنة متجوزة، مصطفى من 18 سنة، وعندنا ولد وبنت كبار. دلوقتي الولد اسمه كريم وعنده 17 سنة، والبنت اسمها ملك وعندها 15 سنة. مصطفى بيشتغل مهندس في شركة كبيرة وبيسافر كتير قوي. أنا ست بيت عادية جدا، بحاول أهتم ببيتي وولادي، بس الحقيقة المرة اللي لازم أعترف بيها إن أنا وجوزي بقالنا حوالي 5 سنين مفيش بينا أي علاقة زوجية خالص. مش علشان هو ضعيف، لأ، ده علشان هو مشغول وبارد وما عندوش أي اهتمام بالموضوع ده خالص. كل تفكيره في شغله وفلوسه وسفرياته. أنا كنت بحاول أكلمه في الموضوع ده مرات كتير، بس دايما كان بيقولي بكرة يا ريم، الولاد كبروا، لازم نحترم نفسنا ونبطل الكلام ده. أنا كنت بموت من جوايا ومحدش حاسس بيا. كنت بحس إني مش ست، كنت بحس إني مجرد خدامة في البيت بطبخ وبنضف وبغسل واهتم بالولاد، بس مفيش حد بيسأل عليا أنا محتاجة إيه، أنا حاسة بإيه. مصطفى كان بيجي من الشغل تعبان، بياكل وبينام، وتاني يوم بيصحى بدري ويمشي على شغله، وفي الويك إند كان بيقعد على اللابتوب بتاعه يشتغل أو بيتفرج على مباريات كورة. أنا كنت زي الشبح ماشية في البيت ومحدش شايفني. حاولت أكلمه مرات كتيرة، قلت له يا مصطفى أنا محتاجاك، أنا ست وليه احتياجات، بس هو كان بيرد عليا ببرود ويقول انت كبرتي على الكلام ده يا ريم، ركزي في ولادك أحسن. المشكلة بدأت لما صلاح أخو مصطفى اتطلق من مراته منى بعد 12 سنة. جواز صلاح ده راجل طيب جدا ومكافح، وكان بيشتغل في محل أقمشة بسيط في منطقة شعبية. مراته منى كانت بتطلب منه مستحيلات وعايزة تعيش زي الأغنياء، وهو مش قادر يوفر لها اللي هي عايزاه. كانت دايما بتعيره بفلوسه وبتقارنه بأصحابها المتجوزين ناس أغنياء منه. فطلقته وخدت البنت الوحيدة اللي بينهم اسمها ياسمين، وعندها 9 سنين، وسافرت تعيش عند أهلها في الإسكندرية. صلاح فضل لوحده في شقة صغيرة وبدأ يتعب نفسيا قوي. كان بيروح الشغل وبيرجع للشقة الفاضية ومفيش حد يكلمه. كان بيتصل على بنته ياسمين كل يوم، بس مراته كانت بتمنعها انها تكلمه كتير، وكانت بتقوله انت ما تستاهلش تشوف بنتك. مصطفى جوزي كان بيشوف اخوه بيتعب وبيتحسر عليه كتير. قال لي يوم يا ريم صلاح مش قادر يعيش لوحده، بقى ضعيف قوي وخايف عليه، تعالي نخليه يسكن معانا فترة لحد ما يتعود على حياته الجديدة ويلم نفسه. أنا وافقت من غير تفكير، قلت له ماشي يا مصطفى، صلاح أخوك وده واجبنا. علشان كمان أنا كنت بحب صلاح كأخ، كان دايما راجل محترم وطيب ومحدش يقدر يقول عليه كلمة وحشة. أول ما صلاح جه يسكن معانا لقيته راجل منكسر تماما، عينيه حزينة جدا ومش بيتكلم إلا لما حد يكلمه، وجهه شاحب ولابس هدوم مكوية وحشة، وواضح إن هي مش مهتم بنفسه خالص. كان بيروح الشغل الساعة 7 الصبح وبيرجع الساعة 9 بالليل متأخر علشان ميحسش إنه تقيل علينا. كان بيدخل أوضته على طول وبيقفل عليه الباب وما يطلعش إلا لما يروح الشغل تاني يوم. أنا كنت بحس إن الراجل ده محتاج حد يهتم بيه، مش مجرد مكان ينام فيه. بدأت أهتم بيه شوية شوية. كنت بطرق على بابه وأقوله يا صلاح تعالى اتعشى معانا، ما تفضلش لوحدك كده. وكنت بعمله أكله المفضل اللي هو المحشي والكفتة، وكنت بسأل عليه وبحاول أخفف عنه وأخليه يتكلم عن اللي جواه. صلاح بدأ يطلع من أوضته شوية شوية، وبدأ يقعد معانا في الصالة، وبدأ يحكي لنا عن مراته وعن البنت ياسمين وعن قد إيه هو مشتاق لها وعايز يشوفها. كان بيعيط وهو بيتكلم،
وأنا كنت بحس بقلبي بيتقطع عليه. كان بيشكرني كتير ويقولي ربنا يخليكي يا ريم، انت زي أختي، والله ربنا يكرمك على اللي بتعمليه معايا. بس أنا كنت بحس بحاجة غريبة جوايا. بدأت أحس إني مش بهتم بيه كأخ، بدأت أحس إن في مشاعر تانية. كنت بحس إن في راجل في البيت غير جوزي، راجل بيشوفني وبيقدر اللي بعمله، راجل محتاجني مش زي مصطفى اللي ما بقاش بيشوفني من زمان. كنت بلاحظ إن صلاح راجل وسيم، رغم الحزن اللي في عينيه. كان طوله حوالي 178 سم، وجسمه رياضي ومتناسق، وشعره أسود، وعينيه بنية جميلة، وابتسامته لطيفة لما كان بيبتسم. كنت بلاحظ إنه بدأ يهتم بنفسه أكتر، بدأ يحلق دقنه ويلبس هدوم حلوة ونضيفة ويحط عطر، ريحته حلوة. وأنا كمان بدأت أهتم بشكلي أكتر قدامه، بدأت ألبس هدوم حلوة في البيت، مش مجرد جلابية قديمة. بدأت أحط ميك أب خفيف، وأمشط شعري كويس، وأحط عطر. كل ده كان بيحصل تلقائي من غير ما أحس. في يوم من الأيام كان مصطفى مسافر برا البلد في شغل لمدة أسبوع في دبي. الولاد كانوا عند جدتهم علشان عندها فرح قريب، وأنا فضلت أنا وصلاح في البيت لوحدنا في الليل. كنت قاعدة في الصالة بتفرج على مسلسل تركي ولابسة فستان بيتي أزرق فاتح. صلاح كان فيه أوضته، وفجأة سمعت صوته بينادي عليه: يا ريم، ممكن تساعديني دقيقة؟ رحت عنده بسرعة، لقيته بيحاول يصلح دولاب الأوضة اللي الباب بتاعه مايل، وواقف على كرسي ومش عارف يمسك الحاجة اللي في إيده. قلتله استنى، أنا هساعدك. وقفت جنبه تحت الكرسي ومسكت الحاجة معاه علشان يقدر يصلح بإيديه الاتنين. ولما مد إيده علشان ياخد المسمار اللي كنت ماسكاه إيدينا، اتلمسه وحسيت بكهربا غريبة. جسمي كله اترعش، ولقيت صلاح بيبص في عيني، وعينيه كانت فيها حاجة غريبة. وشه بقى أحمر، وأنا كمان حسيت إن وشي سخن. فضلنا بنبص لبعض كده لمدة ثواني. قلتله بسرعة: خلاص يا صلاح، أنا هنزل وهرجع تاني. ونزلت بسرعة وأنا قلبي بيدق بسرعة رهيبة. راحت المطبخ وشربت مية كتير، وحاولت أهدي نفسي. قلت لنفسي: إيه ده يا ريم؟ إيه اللي بيحصل لك ده؟ أخو جوزك ده حرام. بعدها بأيام بدأت ألاحظ حاجات غريبة. صلاح بقى يطول في البيت أكتر، وبقى يساعدني في شغل البيت، وأنا كنت مبسوطة بوجوده. كنا بنتكلم كتير وبنضحك، وحسيت إني رجعت عايشة تاني، مش مجرد آلة بتطبخ وتنضف في يوم. كنت واقفة في المطبخ بعمل عصير، وصلاح دخل ورايا علشان يشرب مية، وقف ورايا علشان يوصل للكوباية اللي فوق. ولما وصل لمس ظهري من غير قصد، ووقف ثانية زيادة. أنا جمدت في مكاني وما بقتش عارفة أتحرك. حسيت بحرارة جسمه ورايا، لكن صلاح أخد الكوباية بسرعة وقال: آسف يا ريم، وخرج. وأنا فضلت واقفة مش عارفة أتحرك، قلبي كان هيطلع من صدري. الليلة دي ما قدرش أنام خالص. كنت بفكر في صلاح وفي اللي أنا حاسة بيه، وكنت خايفة من نفسي. قلت لازم أبعد عن صلاح، ده غلط، ده أخو جوزي، ده حرام. بس جسمي كان بيقول حاجة تانية خالص. جسمي كان محتاج حد يحس بيه. بقالي 5 سنين ميت، وصلاح ده بدأ يصحيني تاني. في يوم الجمعة كان مصطفى راجع من السفر، وصلاح كان قاعد معانا بنتفرج على فيلم. أنا كنت قاعدة بين مصطفى وصلاح على الكنبة. مصطفى كان مشغول بموبايله زي العادة، وأنا كنت حاسة بوجود صلاح جنبي. كل خلية في جسمي كانت حاسة بيه. فجأة مصطفى قام وقال: تعبان، هنام بدري، وساب الصالة. أنا وصلاح فضلنا قاعدين وفي صمت رهيب، مش عارفين نتكلم ولا نبص لبعض. فجأة صلاح قال بصوت واطي: يا ريم، أنا آسف، أنا عارف إني بحرجك وإني بخليكي تحسي بحاجة غلط. أنا مش قادر أسيطر على نفسي وعلى اللي أنا حاسه ليكي. أنا اتكلمت بصعوبة وقلت له: يا صلاح، ده غلط، إيه اللي بيحصل ده غلط. أنا مرات أخوك، أنا ست متجوزة. هو بص في عيني وقال: أعرف يا ريم، بس أخويا ده سايبك ومش حاسس بيك. أنا بشوفك كل يوم بتتعبي وبتشتغلي ومحدش شايفك. أنا بشوفك يا ريم، أنا بحس بيكي وبقدر اللي بتعمليه. أنا مش عايزة أخسرك، أنا عارف إني غلطان، بس أنا مش قادر أبعد عنك. قلبي كان بيدق جامد قوي، وعيوني دمعت ومعرفتش أقول إيه. كل اللي قدرت أعمله إني قمت بسرعة ودخلت أوضتي أنا ومصطفى. مصطفى كان نايم وشاخر ومش حاسس بحاجة. أنا قعدت على السرير وبدأت أعيط بصوت واطي. حسيت إني ضعيفة وغلطانة وخايفة من اللي أنا حاسة بيه، بس في نفس الوقت حسيت إن لأول مرة من سنين حد شايفني وحاسس بيا
تاني يوم الصبح صلاح كان خارج بدري على الشغل وساب ورقة على ترابيزة المطبخ مكتوب فيها: أنا آسف يا ريم، أنا غلطان، هسيب البيت النهاردة ومش هرجع تاني، ربنا يسامحني على اللي قلته. امبارح سامحيني لما قريت الورقة، حسيت إن قلبي اتقطع، مش عايزاه يمشي، مش عايزاه يسيبني لوحدي تاني، مش عايزة أرجع للحياة الميتة اللي كنت عايشة فيها قبل ما يجي. مصطفى صحي ولقاني قاعدة في المطبخ وبعيط، قال لي: مالك يا ريم؟ قلت له: صلاح عايز يمشي من البيت. قال: طيب وإيه المشكلة؟ قلت له: لأ يا مصطفى، هو لسه محتاجنا، لسه تعبان من الطلاق، ما يمشيش دلوقتي. مصطفى بصلي بصة غريبة وقال لي: انت ليه مهتمة قوي بصلاح كده؟ يا ريم في حاجة أنا مش عارفها. قلبي وقف، بس قررت أكون صريحة معاه. قلت له: يا مصطفى، احنا لازم نتكلم، انت بقالك 5 سنين مش حاسس بيا ومش شايفني انا ست وليه احتياجات، وانت ما عندكش اي اهتمام بالموضوع ده. صلاح على الاقل بيشوفني وبيحس بوجودي. مصطفى سكت شوية وبعدين قال حاجة صدمتني. قال: انا عارف يا ريم، انا عارف اني بقالي سنين مش بعمل معاكي حاجة، وعارف انك محتاجة، بس انا تعبت وما عنديش طاقة، والموضوع ده ما عادش بيهمني زي زمان. انا شايف ازاي بتبص لصلاح وشايف ازاي هو بيبصلك، وعارف ان في مشاعر بدأت تطلع. اتصدمت وقلت له: مش زعلان ومش غضبان. هو قال: انا مش زعلان يا ريم، انا حاسس اني انا اللي قصرت في حقك واني انا السبب في اللي بيحصل. صلاح ده راجل طيب ومحتاج حد يحس بيه زيك بالظبط، انتي محتاجة وهو محتاج، وانا مش قادرة اديكي اللي انتي محتاجاه. قلت له: يعني ايه الكلام ده يا مصطفى؟ انت بتقول ايه؟ قال: انا بقول ان لو صلاح يقدر يديكي اللي انا مش قادرة اديهولك يبقى انا موافق، بس يكون ده سر بينا وما يعرفوش الولاد ولا حد. مش مصدقة اللي سمعته، جوزي بيقولي اني اعمل علاقة مع اخوه وهو موافق، ده جنان، ده ما يصدقش. قلت له: انت واعي يا مصطفى؟ انت فاهم انت بتقول ايه؟ قال: انا فاهم كويس قوي يا ريم، انا عايزك تبقي مبسوطة وانا مش قادر ابسطك،